بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، ثم ما بعد. فإن شاء الله سنبدأ هذا المباشر لمناقشة بعض المستجدات. أنا أتواجد الآن في ضواحي طنجة مع زوجتي الفلسطينية السيدة إيناس، ومع ابنتي ميمونة وآمنة. وهنا الزوجة الفلسطينية تسلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ضواحي طنجة دابا، وخارجة انا والزوج ديالي، وانا كرد على الدعايات الكاذبة اللي طلعت امبارح. كيقولوا اني انا طلقت من زوجي وطلبت الطلاق، وانا كنشهد مع حنان. انا ما كنشهدش مع حد. انا حنان كانت عندي عايشة مرفهة للغاية. أنا كنت كخادمة ليها. للأسف إن أنا انصدمت صدمة قوية جدا فيها، لدرجة إني فقدت الثقة في أي إنسان، لأني أنا كانت عندي وجه واتضح لها وجه آخر. أنا مع، الحمد لله، أنا مع زوجي للنهاية. وكل الادعاءات اللي قد تقول إني أنا ممكن أسمح بزوجي، لن أسمح أبدا، لأنه أبو بناتي. والحمد لله إحنا الدليل إن إحنا خارجين، والحمد لله على خير وبألف خير، الحمد لله. وإن شاء الله الأمور إن شاء الله كلها تتضح يوم الاثنين إن شاء الله. كل شيء يتوضح للرأي العام، وترجع الأمور كما كانت، الحمد لله. وبحب أقول في مثل: لو كل كلب ألقمته حجرا لأصبح مثقال حجرا بدينار. فأنا أكتفي بهذا الرد. الفيديو: زوجة الفيزازي الفلسطينية ترد على حنان زعبول. أكدت زوجة الشيخ محمد الفيزازي الفلسطينية إيناس أنها لا تقف في صف خطيب زوجها حنان زعبول، ولا تشهد معها على أن الشيخ اعتدى عليها.